السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا متابعين الكرام متابعي قناة أبراج اليوم للتوقعات اليومية. اليوم هنشوف توقعات الجدي بتاريخ 12/1/2026، وهنشوف طاقتك غدا وتوقعاتك على جميع الأصعدة، على الصعيد العام والعملي والمالي والعاطفي والصحي والدراسي. ما تنسوش حبايبي اعمل لايك للفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس تشجيعا منكم ليصلك كل ما هو جديد أصحاب برج الجدي. على الصعيد العام، انت يا جدي داخل مرحلة مش شبه أي حاجة فاتت، كأنك واقف على قمة عالية وبصتك بقت أوضح من أي وقت. في طاقة قوة وثبات، بس مش الهدوء اللي متعود عليه الناس منك، ده هدوء اللي عارف هو رايح فين ومش محتاج يبرر لحد. وفي قرارات بتتبخ على نار هادية، ومش كل اللي حواليك واخد باله إنك بتغير قواعد اللعبة من غير دوشة. وفي تحرك جواك إحساس إنك مش عايز تفضل واقف في نفس المكان، حتى لو المكان مريح. في فكرة أو خطوة أو نية جديدة بتكبر جوه دماغك، ويمكن تكون مأجلها من زمان. الفترة دي بتقولك يا جدي اللي اتأجل كفاية لازم يتنفذ. وفي ناس ممكن تشوفك عنيد، بس الحقيقة إنك أخيرا بتمشي ورا إحساسك مش ورا توقعات غيرك. كمان في مواجهة خفية مع نفسك، جرد حساب صادق، مين يستاهل يكمل معاك ومين دوره خلص. انت يا جدي هنا مش قاسي، لكن واعي، بتختار تقلل الحمل بدل ما تزود التعب. في انفراجة عامة في المزاج حتى لو المسؤوليات كتير، احساسك الداخلي اقوى من الضغوط. رسالة الصعيد العام ليك بتقولك يا جدي اوعى تستصغر اللي بتعمله دلوقتي حتى لو شكله بسيط. الأساس اللي بتحطه في المرحلة دي هو اللي هيشيلك لفوق بعدين. خليك ثابت وخليك ذكي وما تستعجلش النتيجة. الجد لما بيصبر دايما بيكسب. أما على الصعيد العملي، في الشغل انت يا جدي داخل مرحلة تركيز نادر، مش بتتحرك كتير بس كل خطوة محسوبة، وكأنك بتلعب شطرنج مش سباق جري. في مسؤولية جديدة أو دور أكبر بيتحط على كتفك، ويمكن تحس إن الحمل تقيل، بس الحقيقة إن ده اعتراف غير مباشر بقيمتك وقدرتك. وفي ناس في محيط العمل بدأت تلاحظ إنك مختلف، مش أكتر كلام بس أكتر فعل. قراراتك بقت حاسمة، ومعدتش تستنى حد يقولك تعمل إيه. ممكن يحصل احتكاك بسيط مع شخصية عنيدة أو مدير، بس أنت ذكي كفاية إنك تطلع كسبان من غير صدام مباشر. كمان الفترة دي مناسبة جدا إنك تثبت نفسك في حاجة كنت شاكك فيها قبل كده، مشروع أو فكرة أو حتى تغير طريقة شغلك نفسها. أنت يا جدي هنا بتتعلم تشتغل بأقل مجهود وأعلى نتيجة، وده سر القوة الحقيقي. لو بتدور على فرصة فهي مش جاية في شكل مفاجأة، جاية في شكل مسؤولية. لو عرفت تمسكها صح هتفتح لك باب أكبر مما تتخيل. رسالة الصعيد العملي بتقولك يا جدي اشتغل في هدوء وخلي النتائج هي اللي تتكلم عنك، وما تستعجلش الاعتراف، لأن جاي في الوقت الصح ومعاه خطوة ترفعك درجة واضحة قدام الكل. أما على الصعيد المالي، الفلوس عندك يا جدي الفترة دي مش جاية بالسهولة اللي الناس فاكراها، لكن جاية بثبات يخوف. انت داخل مرحلة بتراجع فيها كل جنيه، مش خوف لكن وعي. في قرار مالي مهم اتأجل قبل كده، دلوقتي بدأ يفرض نفسه من تاني، وكأن الظروف بتقولك يا تاخد الخطوة بعقل يا تفضل مكانك. في مصدر دخل محتاج إعادة تنظيم مش زيادة. لما ترتب اللي في إيدك صح هتكتشف إن النزيف كان من إدارة مش من قلة الرزق. ممكن يجيلك عرض أو فرصة مالية شكلها عادي، بس قيمتها الحقيقية في الاستمرارية مش في المكسب السريع. كمان في تحذير بسيط يا جدي، ابعد عن أي مغامرات مالية فيها وعود كبيرة وكلام. انت يا جدي قوتك دايما في الاستثمار الهادي، مش في ضربة سريعة. لو عليك التزام أو ديون في بداية انفراجة واضحة حتى لو مش كاملة، بس أول الخيط باين. الفترة دي كمان مناسبة إنك تحط حد للصرف العاطفي، مجاملات أو هدايا أو التزامات مش عليك. فلوسك محتاجة تحس بالأمان قبل ما تفرح. رسالة الصعيد المالي بتقولك يا جدي الفلوس بتحب اللي يحترمها، وانت بدأت تعمل كده فعلا. امشي خطوة ثابتة وهتلاقي نفسك بعد فترة واقف على أرض صلبة ومطمن. أما على الصعيد العاطفي، انت يا جدي في الفترة دي مش بتدور على حب وخلاص، انت بتدور على أمان. قلبك تعب من العلاقات اللي كلها وعود وكلام حلو من غير أفعال، وعلشان كده بقيت هادي وبتراقب وساكت أكتر من اللزوم. اللي حواليك ممكن يفتكروك إنك بارد وغلس،
بس الحقيقة إنك بتحمي نفسك. لو في علاقة في اختبار صامت بيحصل، انت مش بتتكلم كتير لكن بتشوف هل الطرف التاني فاهمك، هل حاسس بثقتك ولا لسه بيجربك. العلاقة محتاجة خطوة تثبت الجدية، مش كلام حب. لو الخطوة دي ما حصلتش، الجد هيبدأ يسحب نفسه بهدوء من غير وجع ولا صوت. أما لو أنت عازب، في حد شايفك من بعيد ومعجب بشخصيتك وبطريقتك بس متردد يقرب، والسبب هيبتك. بس الغريب إن الشخص ده مختلف عن اللي فاتوا خالص، مش جاي يستهلكك، جاي يبني. القرار هنا عندك يا جدي، تفتح باب بسيط ولا تفضل مأمن قلبك زيادة عن اللزوم. كمان الفترة الجاية بتكشف حقيقة مشاعر، يا إما تقوية علاقة كانت واقفة على رجل واحد، يا إما إنهاء هادي لعلاقة كانت مستمرة بالعادة مش بالحب. الجدي مش هيقبل نص علاقة ببعد دلوقتي. رسالة الصعيد العاطفي بتقولك يا جدي، اللي عايز قلبك لازم يثبت إنه قد المسؤولية، وإنت خلاص بطلت تشرح قيمتك. اللي يفهمك يستاهلك. أما على الصعيد الصحي، الجد الفترة دي محتاج يقف مع نفسه شوية، مش لأن في خطر، لكن لأن جسمك ابتدى يبعت إشارات وأنت متعود تتجاهلها. إرهاق وشد في العضل أو صداع بيجي فجأة، ده مش حاجة عابرة، دي رسايل إنك شايل أكتر مما تتحمل. أنت دايما من النوع اللي بيضغط على نفسه وبيقول أنا تمام، بس الحقيقة إن الضغط النفسي مؤثر مباشر على صحتك. التفكير الزيادة والقلق من بكرة والمسؤوليات اللي انت حاططها فوق طاقتك محتاجة إعادة ترتيب، مش قوة تحمل وخلاص. كمان في تحسن ملحوظ جايلك لو بدأت تهتم بنفسك بجد، نوم مظبوط وشوية حركة حتى لو بسيطة، وتقلل السهر والتوتر. جسمك قوي بطبيعته بس محتاج منك احترام مش تحدي. كمان لو عندك كشف أو متابعة صحية مأجلها، الوقت مناسب إنك تعملها وتطمن، مش علشان في حاجة تقلقك، بالعكس علشان تطمن قلبك وتكمل وانت مرتاح. رسالة الصعيد الصحي بتقولك يا جدي، انت مش مطالب تكون قوي طول اليوم، الراحة جزء من القوة، واللي يحافظ على نفسه يكمل أطول. أما على الصعيد الدراسي، الجد في المرحلة دي داخل على نقلة فكرية مهمة جدا، مش مجرد مذاكرة ولا التزام، لا انت بتفهم أكتر ما بتكرر. وده اللي فرق معاك الفترة الجاية. في مادة أو مجال كنت حاسه إنه تقيل أو معقد، فجأة الصورة بتوضح وكأن عقلك بيرتب نفسه لوحده. كمان في قرار دراسي أو اتجاه تعليمي انت بتفكر فيه من فترة، ويمكن مأجل الخطوة بسبب الخوف من الفشل أو ضيق الوقت. بس الحقيقة إن الوقت ده هو الأنسب. اللي جايلك مش نجاح سريع، لكنه نجاح ثابت ومبني صح، وده أسلوبك أصلا. لو أنت طالب، حاول تشتغل على الفهم مش الحفظ، وراجع بهدوء ومن غير جلد ذات. ولو متخرج أو بتتعلم حاجة جديدة، الطريق مش سهل بس مناسب ليك جدا، وهتشوف نتيجة تعبك قدام حتى لو بعد شوية. كمان في شخص ممكن يكون سبب دعم أو نصيحة دراسية مهمة. اسمع كويس وخد اللي يناسبك، مش كل نصيحة لازم تتاخد، بس في كلمة واحدة ممكن تغير مشوار كامل. رسالة الصعيد الدراسي بتقولك يا جدي، انت مش متأخر، انت بتتكون، ولما تطلع النتيجة هتبقى تقيلة على الكل. ودي كانت توقعاتك النهاردة يا جدي، انتظروني مع فيديو آخر وتوقعات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.